الكتاب المقدس بيحكينا تاريخيا وجغرافيا، وبيجيب أحداث تاريخية للشعب اليهودي وشعوب تانية. فلما الكتاب المقدس بيجيب أحداث تاريخية وجغرافية لهذا الشعب، فأكيد ما رح يمنعني أني أنا كمان كون عم بجيب الأحداث التاريخية والجغرافية لشعبي واشرحها للكنائس وين نحن موجودين عبر التاريخ. بالعكس كان تشجيع كتير كبير. في كتير كوريين وأوروبيين كانوا أول مرة لما شاركهم عن الأكراد في الكتاب المقدس كانوا يقولوا لنا كنا نقراها بس ما كنا نفهمها وين الحدث هذا صار. فكنت اشرح انه شوفوا الاحداث الموجوده هي كلها بمناطق. حتى لما انطلقت الكنيسه، كنيسه انطاكيا، اذا بنشوف انطاكيا ورحله بولس الرسول كانت بسهل انطاكيا. سهل انطاكيا كانت اسيا الصغرى قبل ان تسمى الدوله العثمانيه والتركيه، ما كان اصلا في حدود. فبنشوف سهل انطاكيا في تاريخيا. بذكر استاذ زكريا الحصري كان هو باحث آثار وحكى معي، شاركني، كنت بإقليم كردستان، قال لي أسسني هذا الشيء اللي أنت عم تعمله، عم بترجع التاريخ الكنيسة المسيحية لأنطاكيا، لأنه عفرين كان فيها 300 دير وكنيس. فإذا التاريخ كله عم يحكي إنه نحن متواجدين، فهذا السبب بخلينا، وهذا الشغف الموجود جواتنا، نشارك الكنائس والقصص والرعاة لحتى يشوفوا. هذا الشيء ما بيعارض، بالعكس بيشجع وبيصير. أنا بتذكر مرة كان حدا عم بيشارك عن الإنجيل عن الأكراد، فراح هو هذا الشخص يقول تعالوا شوفوا نحن موجودين هون، نحن موجودين هون. فهذا كان عم بيخلي الشعب الكردي أو الأشخاص اللي حتى ما بيعرفوا يشوفوا عندهم هوية كردية موجودة بالكتاب المقدس. والكنيسة بتشجع، خلتنا نرنم، نعمل تراتيل بالكردي، نرنم بالكردي، نسبح بالكردي، نوعظ بالكردي. سمينا كنيستنا الكنيسة الكردية في لبنان ليكون عندها هوية كردية، وكل اجتماعاتنا باللغة الكردية. ليش عملنا هذا الشيء؟ لحتى الأكراد المتواجدين بالاغتراب ما ينسوا اللغة، يتمسكوا. ونحن بنلبس بكل عيد نوروز الزي الكردي التقليدي، بنكون متواجدين. كل شهر بنعمل أكلات كردية لأولادنا لحتى أولادنا يضلوا محافظين على لغتهم وعلى هويتهم الكردية. الكنيسة ولا مرة اعترضت، بالعكس، وهن بيقولوا بس تعملوا هذا الشيء ادعونا، نحن كمان حابين نشارك معكم.